قال مراسل الجزيرة إن 50 شخصا قتلوا خلال احتجاجات أثارها مقتل الشاعر والمغني الإثيوبي هاشالو هونديسا. قالت الشرطة الإثيوبية إنها أوقفت عددا من الأشخاص للاشتباه بضلوعهم في مقتل هونديسا مساء الاثنين الماضي. كما أعلنت الشرطة أنها أوقفت 36 شخصا بينهم ناشط أورومي بعد محاولتهم عرقلة نقل جثمان هونديسا. وأشارت إلى أن أحد عناصر شرطة أوروميا قتل في إطلاق نار من أفراد الحماية المرافقين للناشط الأورومي. قد أدان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اغتيال المطرب الأورومي هاشالو هونديسا التي أظهرت تحقيقات الشرطة أنه قتل داخل سيارته. قال أبي أحمد إن عملية الاغتيال جاءت في وقت كان يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي للتداول بشأن ملف سد النهضة. وحمل رئيس الوزراء الإثيوبي المسؤولية لجهات داخلية وخارجية تحاول إعاقة إثيوبيا من تحقيق أهدافها ومواصلة مسيرتها من خلال زرع الفتنة في الداخل بين الأورومو والقوميات الأخرى. وأكد مواصلة حكومته الحفاظ على سيادة ووحدة إثيوبيا. ينضم إلينا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد طه، بناء على الاعتقالات التي حدثت، من يمكن أن يكون مسؤولا عن قتل الشاعر والمغني هونديسا؟ نعم مريم، في بداية طبعا الاحتجاجات الناس الذين قتلوا في إقليم أوروميو في بعض المناطق من إقليم أوروميو، وكانت بالأمس مريم احتجاجات في مدينة أديس أبابا نتج عنها خسائر مادية في الممتلكات الخاصة معظمها. حالة الاحتجاج طبعا خرجت حالة غضب على أثر مقتل الفنان والشاعر الإثيوبي الذي كان وراء الداعم الرئيسي في حركة الاحتجاجات التي أتت برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. مريم، حتى الآن الاتهامات لم توجه بشكل رسمي، لكن هناك اتهام تم الاتفاق عليه بوجود جهات خارجية وجهات داخلية تسعى لمنع إثيوبيا من تحقيقاتها. وبأدق العبارات رئيس الوزراء الإثيوبي قال في اللحظة التي كان يتم مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن الدولي كان هناك تمت محاولة اغتيال في جنوب العاصمة أديس أبابا. الآن كما تشاهدين مريم من خلفي الحياة في أديس أبابا عادت، ولكن هناك في حالة التوتر في بعض المناطق في إقليم أورومو. لا زالت عملية الاحتجاجات في بعض الاتجاهات مستمرة، لكن نستطيع أن نقول الحياة عادت تدريجيا إلى أديس أبابا، ولكن نحن ننتظر التحقيقات، وخاصة هناك اتهام لجهات خارجية وداخلية لمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة. فسنتابع معكم بعد إجراء مزيد من التحقيقات وربما بشكل رسمي توجيه الاتهامات إلى الجهات التي تقف خلف محاولة اغتيال الفنان والشاعر الإثيوبي. محمد طه توكل مدير مكتبنا من أديس أبابا، شكرا جزيلا لك.